قبل ما ابدا ان انا اعرف مجال الفاشن وقبل ما اعمل الشانل بتاعتي دي كان عندي مشكله كبيره قوي، هي ان انا ما بحبش اكرر هدومي وما بحبش البس الطقم مرتين. كان عندي ازمه في ان انا مثلا اخد صوره مثلا بطقم كنت لابساه انزلها على انستجرام، خلاص مش هلبسه تاني. جايز واتساب، انا مثلا كنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني اللبنه صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وازاي نعرف الستايل بتاعنا، وعن الهدوم المستعمله، وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. وفي نفس الوقت بقى كان عندي مشكله تانية اكبر، ان الدولاب بتاعي ما كانش بيتعمل له ميكسات مع بعض، اللي هو اغلب القطع اللي عندي واغلب الدولاب ما بيتعملوش ميكس اند ماتش مع بعض. فيديو النهارده عن شويه نصايح كده وتبس تخلينا نكون اوتفيت ريبيتر، يعني نعيد الاوتفيتس بتاعتنا بطرق كتير علشان هيكون سهل ان احنا نعمل لها ميكسات، لانها هتكون ماشيه مع بعضيها، ده ماشي مع ده وده ماشي مع ده وده بيغير ده. برضو التبس دي هتفرق معاكم جدا في فكره انكم لو بتبنوا دولابكم او بتفكروا تبنوا دولابكم، فيها برضك شويه تبس تنفعكم. اول تip معانا هي انك يكون عندك باليتة الوان وتمشي عليها دايما. اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو قبل كده اول ما بدات التشانل بتاعتي، وكنت بحاول اطبقه على دولابي، لكن الصراحه حسيت ان بالنسبه لي تطبيقه صعب كشخص. ممكن عشان انا بشتري هدوم مستعمله فمش بعرف الموضوع قوي، وممكن برضك علشان انا بشتري الحاجه اللي بتعجبني بغض النظر عن الالوان. لكن من تجربتي الشخصيه اكتشفت برضك انه مش شرط الاسهل ان احنا يكون عندنا باليتة الوان او مجموعه الوان كده ممشينها مع بعض، اللي هي الوان مثلا محايده والوان عليها زياده، او مثلا 5-6 الوان بتشتري في نطاقهم. ده هيخلي دمج الدولاب عندك اسهل، وان انت تعيدي الاطقم هيبقى اسهل كتير قوي. لكن انا من تجربتي الشخصيه اكتشفت ان هو مش شرط. يعني انا مثلا عندي حاجات بالدرجات البيج وبعض الحاجات بالاسود، وعندي برضك حاجات ملونه، لكن في المجمل عندي كل حبه هدوم كده بيمشوا مع بعض، فده مخليني ما عنديش مشكله في ان انا اعيد حاجه على حاجه. بالعكس، اللي هو عندي حاجات بتمشي على حاجات ياما صح. والفيصل في الموضوع دوت ان انت يكون عندك البيزكس بتاعتك بالوان اساسيه او الوان محايده. يعني مثلا عندي البيزكات ابيض اسود درجات بيج، مثلا البنطلونات بجيب بردك درجات ازرق تمشي معاهم، بات مثلا بلبسها في الصيف او بلوفرات بجيب بردك بالوان اساسيه. الالوان الاساسيه ميزتها ان لو حطيتي عليها اي لون تاني هتلاقي عليه عادي بسهوله. فاعتقد ان هي دي التبل في الموضوع، يعني ان حاولي تكون الاساسيات بتاعتك او البيزكس بتاعتك بالوان محايده، ودي في الالوان اللي تحبيها، او انك تعملي باليتة الوان تشتري في نطاقها. تبقى معانا هي انك تعملي انفست في الكي بيسز بتاعتك. الكي بيسز يعني القطع المفتاحيه بالنسبه لك في دولابك، القطع اللي بتلبسيها اغلب الوقت، فدي مهم ان انت تستثمري فيها وتجيبيها غاليه والكواليتي بتاعتها عاليه علشان تعيش. يعني انا في الاول خالص من زمان وانا بشتري كنت دايما بستثمر في الجواكت، او بجيب الجواكت غاليه بالنسبه لرينج الاسعار بتاعي او البادجت بتاعتي، علشان انا كنت شايفه ان الجواكت من الحاجات اللي مش بغيرها دايما، ممكن تقعد معايا سنه سنتين 3 لغايه اما ازهق منها او ابدلها. مؤخرا بدات ان انا اضيف البنطلونات، بدات ان انا اضيف الشوزات والشنط. البنطلونات علشان الاول ما كانش عندي ثقه في نفسي من ناحيه البنطلونات، كنت بكره شراهم جدا جدا. كانت الوقت اللي يبوظ فيه البنطلون بتاعي كان بيجيلي عقده نفسيه، اللي هو انا لسه هنزل بقى واروح اشتري بنطلون وكده واقعد اقيس ويطلعوا وحشين ويجيلي عقد. فصراحه ما كنتش بشتري بنطلونات قوي، اللي هو كل ما البنطلون اللي عندي يبوظ اشتري غيره. لكن دلوقتي لما بقى عندي ثقه في نفسي اكتر وعارفه ايه البنطلونات اللي بتريق عليا وايه اللي مش بيري، بدات ان انا اشتري بنطلونات عادي، وبدات ان انا اتجه ان انا اشتريها غاليه، علشان طبيعه الشيب بتاعي محتاجه ان البنطلون يكون الكواليتي بتاعته عاليه وجودته كويسه عشان يظبط لي الشيب بتاعي. فبدات ان انا استثمر فيهم، وبدات ان انا ازود فيهم حبه حبه، يعني ازود في البادجت بتاعه البنطلونات حبه حبه، علشان اجيب حاجه تقعد معايا وتريحني انا كشخص، ان انا بلبسهم على طول وما عنديش بدائل للبنطلون الجينز، مش بلبس جيبات، مش بلبس فساتين قوي، فهو البنطلون الجينز اساسي. والشوزات والشنط عشان بقيت احس مؤخرا ان هما بيفرقوا جدا في شكل الاوتفيت. يعني ممكن ابقى لابسه اوتفيت جميل وكل حاجه وقيم وشيك، ولكن البس الشوز والشنطه مش حلوين او هم مش احلى حاجه، فاحس ان هو لا، الطقم كده باظ مني او الاوتفيت باظ مني. فبقيت بستثمر في الشوزات والشنط حتى لو مش بجيبهم كتير، او بجيب حاجه كل فتره كبيره، ما عنديش كوليكشن كبير، لكن يظل الحاجات اللي عندي شكلها قيم وبتفرق في شكل الاوتفيت اللي انا لابساه. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله اللي لسه ببنيها. في العيله دي بنهتم مشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم علشان تكبر بسرعه، واي فيديو يقابلكم تعملوا له لايك او حتى تفتحوه، مش لازم تتفرجوا عليه لان ده بيفيد القناه، يكون عندي حماس اعمل فيديوهات اكتر ومحتوى اكتر. التيب هي فيها جانبين كده او فيها ناحيتين، هي انك تعيدي القطع اللي انت بتحبيها.
في ناس ياما بتفهم الموضوع دوت بطريقه غلط، اللي هو مثلا عجبني البلوفر ده فاروح اجيبه هو تاني، او هجيب نفس القصه بس حاجه مختلفه. لكن ده طبعا مش صح، ده بيخلينا نمل من دولابنا. الصح ان انا مثلا عجبني مثلا اوتفيت او حاجه بلبسها وبحب البسها على طول وبكررها دايما، احاول ان انا اجيب زيها لكن مختلفه كليا من ناحيه ديزاين، من ناحيه كل حاجه. يعني الفكره نفسها ان هي تكون شبهها لكن الديزاين نفسه مختلف. يعني انا مثلا بحب البس ساعات البلوفرات على البنطلونات زي كده، فعندي البلوفر ده وعندي بردك واحد تاني بيج شكله مختلف كليا عن دوت. هما الاتنين بيتلبسوا بنفس الطريقة لكن هما الاتنين مختلفين، ده ديزاين وده ديزاين، ده اسلوب وده اسلوب، ده لون وده لون، ده حاجة وده حاجة. بردك الكارديجانات انا مؤخرا بحب الكارديجانات جدا، عندي 4 لحد الان، لكن كل واحد فيهم مختلف. الاوفر سايز، اللي طويل، اللي قصير، اللي لونه فاتح واللي لونه غامق، واللي خامات بردك مختلفة، صوف، مهير، حاجات كده. فده بيخليكي ما تمليش من الدولاب، ويبقى بردك عندك نفس الحاجات اللي انتي بتحبيها وتقدري تلبسيها اكتر من مرة وتنسقيها كتير عشان انتي مقتنعة بيها. تاني بقى جزء انا اكرر حاجة علشان انا صعب ان انا الاقيها، او صعب ان انا اجيب حاجة واقتنع بيها. يعني مثلا هديكم مثال على نفسي، البنطلونات. انا مثلا ممكن اشتري بنطلون شبهه بالظبط هو بس بلون مثلا مختلف، او شبهه هو ما يختلفش عنه حاجة، علشان البنطلون ده انا عجبني كستايل وارتحت فيه وحبيته ومناسب لجسمي. لان انا عندي مثلا مشكله في شكل رجلي، مش اي بنطلون بيجي معايا ان انا احبه او ان انا البسه. هي الفكره في كده. يعني انا عندي بنطلونين وايد ليج، واحد كاتنج وواحد مفهوش كاتنج، واحد غامق وواحد فاتح، الاتنين نفس القصه، ولكن بحس ان هو ده حاجه مناسبه للشيب بتاعي وبتريحني وبتريح عندي على حاجات وانا بستايل، فجبت واحد تاني. بس دي هتسمعوها من ستايلست كتير، لو بتتابعوا ستايلست هما دايما بيقولوا الاوتفيت المفروض ان احنا ندمج ما بين خامات مختلفة علشان نعمل حاجة مختلفة، بالذات لو بنلبس حاجات سادة. يعني انا مثلا اغلب الوقت في الصيف بتبقى هدومي سادة وعبارة عن قمصان وتيشيرتات، فبحاول ان انا اجيب التيشيرتات بتاعتي تكون مضلعة، او تكون مثلا فيها القماشة بتاعتها فيها لمعة شوية، لان القطن اغلب الوقت بيبقى ممل ان انا البس تيشيرت قطن على قميص قطن. فبحاول ان انا اغير ان ده يكون مضلع وده يكون مثلا قطن. مثلا في الشتاء ممكن ان احنا ندمج ما بين صوف وجلد، مثلا صوف وجينز، ايا يكن. ما تخليش نفسك لابسه حاجه هي من فوق لفوق، يعني ما تلبسي كله صوف، ما تلبسي كله مثلا مش عارفه ايه. احاول ان انا ادمج الخامات مع بعض عشان يطلع معايا حاجه مختلفه. ستيب ودي مهمه جدا عشان تخليكي تعملي ميكسات للدولاب وتلبسي كل القطع اللي عندك وتدمجي كله على بعض وتعيدي كل الهدوم، تعرفي ايه اللي مناسب لجسمك وايه اللي مريح بالنسبه لك، وهو ده اللي تشتري على اساسه. ده بيخليكي كل القطع اللي عندك بتحبيها، وكل القطع اللي عندك بتبقى عايزه تدمجيها مع بعض، وبتبقى عايزه تعيديها تاني وتلبسيها تاني وتالت ورابع عشان انت عجباكي ومريحه بالنسبه لك. يعني انا مثلا بحب الاوفر سايز رغم ان هو مش انسب حاجه لجسمي، ولكن انا بحبه، فعشان كده بشتري حاجات اوفر سايز لما ببقى حباها، بحب اكررها والبسها مره واتنين وتلاته. يعني انا الشتا اللي فات لبست البلوفر ده كتير جدا، والشتا ده عندي نية ان انا البسه كتير جدا، والسنه اللي جايه عندي نية ان انا البسه كتير جدا، عشان انا بحبه، عشان انا منقيه حاجه على ذوقي على ستايلي. فبالتالي مش هركنها ومش هحب ان انا اركنها، لا احب ان انا كل ما اشوفها اقوم لابسها تاني. مثلا في البنطلونات انا بردك عندي ستايل معين او حاجه معينه بدور عليها في البنطلونات، وده بردك بيخليني البس البنطلون يا اما مركنهوش. زي ان انا بجيب دايما الحاجه هاي ويست مش ميد رايز مثلا، لا بجيب هاي ويست علشان ده مناسب للشيب بتاعي اكتر وبيحدد منطقه الويست عندي. بجيب البنطلونات تكون نازله بوسع على تحت، يعني محدده المنطقه دي ونازله بوسع على تحت. رجلي مليانه شويه فمش بحب ان هي تكون متحدده، بحب ان هي تكون الحاجه واسعه عليها شويه فما تبينش حجمها الطبيعي. ده بحسه انسب ليا ومريح اكتر ليا. دايما اعرفي ايه المريح بالنسبه لك، وايه اللي انت بتحبيه، وايه اللي انت بتكرهيه، وايه اللي يليق على ستايلك، وايه اللي بيحسسك بالراحه اللي تشتريه عشان تعرفي تعملي له ميكس اند ماتش وتعيدي براحتك وتلبسي دي وتلبسي دي وما تجيبيش حاجه وتركنيها. حاجه هي الترندز، ما تفهمونيش غلط او تقولوا ان انا بقى ايه قلبت محتوى القناه ودخلت في حاجه تانية. مش لازم نكون اعداء للترندات علشان نكون مستدامين، عشان نعيد هدومنا او عشان نعمل ميكس اند ماتش، لا عادي جدا. انا اصلا اغلب الوقت ساعات حتى لما باجي اشتري ترندات فانا بشتريها من الهدوم المستعمله، فده ملوش علاقه خالص بفكره ان انا بشتري او بفكره ان انا اجيب حاجه ترند. انا بحس ان الترندات من الحاجات اللي تقدر تغير في دولابك وتخليكي ما تحسيش بيه في الملل، بالذات لو انتي بتشتري وانتي فاهمه الترند ده نوعه ايه، تشتريه ليه، هل هيمشي على اللي عندك ولا لا، ماشي لستايلك ولا لا. فانا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا قبل كده وعندي كذا فيديو عنه. فيديو فيهم مهم جدا بتكلم فيه عن ايه هي الترندات اصلا وايه هي انواعها، وازاي تشتري ترند يقعد
اطول فتره ممكنه في دولابك من غير ما تحسي اللي هو انا اشتريت ترند والصيف اللي جاي، انا اشتريت ترند السيزون ده والسيزون اللي جاي هرميه. رابع نقطة معانا وهي الأخيرة هي الاكسسوارات. أنا بتكلم عن الاكسسوارات في العموم، مش الاكسسوارات دي بس، لكن الاكسسوارات ممكن تكون سكارف، ممكن تكون أي حاجة بتتلبس في الراس، ممكن تكون شوز، ممكن تكون شنطة، حزام. الحاجات دي مهمة جدا، لازم تكون عندك في دولابك، ويكون عندك منها كذا حاجة، لأنها من الحاجات اللي بتقدر توفر لنا فكرة ان احنا نعيد براحتنا ونعمل ميكس اند ماتش. يعني انا لو لبست ده النهاردة وغيرت ولبست مثلا كوتشي عليه ولبست شنطة، غيرتهم بكرة هتحسوا ان الاوتفيت اختلف. لو ضفت اكسسوارات على حاجة هتغيرها لحاجة تانية، من مثلا كاجوال لكاجوال شيك. كل الحاجات ديت لو مثلا قطع كلاسيك انا لابساه، اقدر بكل سهولة ان انا اعملها لكاجوال، بان انا مثلا البس طاقية، البس كوفية، البس حاجة مختلفة. فالاكسسوارات والحاجات دي مهمة جدا جدا. برضك هاتي حاجات تكون ماشية على الستايل بتاعك، وهاتي حاجات تكون بيزك اساسية، زي مثلا الكابات، زي الحزمة مثلا. شوفي ايه اللي يناسب الشيب بتاعك وايه اللي يناسب ستايلك وهاتيه، وهكذا يعني. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي.